السلام عليكم أهل السودان في الداخل والخارج. التاريخ الليلة 28/12. الرسالة دي لكل الشعب السوداني يا جماعة في الداخل والخارج، وبتمنى الرسالة دي يزول جات يا جماعة اسمعها بالكامل يوصلها للجهات الثانية. كان انت الكلام ده عجبك ما عجبك اسمع، وانت عندك حرية الرأي. معارض، فلنقاي، دعم سريع، تدخل سريع، موت سريع، مواطن، الكلام ده خط في وضعنا كويس. أول حاجة نرحم على الشهداء والشبه العاجل للجرحى. سمعنا بخبر أخونا القائد طه عثمان مدلل له الرحمة والمغفرة إن شاء الله، والشبه العاجل للجرحى إن شاء الله. أننا رسالتنا على السودان عامة عشان الناس تفهم الحرب حقت السودان دي في دول الجوار ولا بعض من دول الغرب عندها مطامع في ثورات السودان، أما عندها مطامع أخرى في ثورات أفريقيا عامة وبالسودان بالأخص من ذهب ويورانيوم وبترول، ثروة حيوانية وثروة سمكية ومعادن أخرى. تمام. دارين نتكلم برضه مبارك الانتصارات لاخواننا اللي في النيل الازرق، اخونا حمود البيشي واخونا برع الرينو، ونبارك لاخواننا ابو شجره سافرنا برضه قطاع المالحه، ونبارك لكل الشباب في كل المحاور، ونبارك لاخواننا قبل 3 ايام برضه ولا 4 ايام في ال 24 قياده اللواء موسى عاملات وقياده اللواء ادريس حسن قطاع بحري. يا اخواتنا الدوله ايران، الجمهوريه الاسلاميه ايران شايفها متدخله في الحرب دي، وفي تركيا برضه عندها بريك دار بتدخل، وايران كانت عندكم 3 طيران مسيرات، كان جبتوا اول حاجه مهاجر 6، والطياره الامس رموها دي اسمها شنو؟ شاهد 129 برضه ايرانيه، وعندكم برضه كشكشه الانتحاريه برضه حارسينها تجي. برضه نكمل ملفكم النهائي. والدوله دي عمر البشير انت قاعد تضنقلها الحرب دي طبعا ناس مدوره والناس قايمين بادارتك، وانت زمان نحن اللي جبناك للسلطه، جابوك دي ناس كردفان المسيريه بالتحديد، والناس سلموك السلطه انت كان ضابط عقيد في الميوم عمر حسن احمد البشير 89، وناس الدكتور الترابي حسن الترابي الله يرحمه، والدكتور خليل الله يرحمه كان تعبير للمجلس 40. الزمن ذاك عين رئيس الدوله الفريق كان لقوا اقدم زول الفريق مهدي بابو نمر، كويس معك؟ مهدي بابو نمر كان برتبه فريق، انت الزمن ذاك عقيد عينوه للرئاسه، قال لهم انا الرئاسه دي ما لانه عارفكم عندكم فلول وناس عندكم الخيانه والغدر، قال الرئاسه ده انا يمكن احكم السودان لانه لا امتلك من قرب السودان عام، قال لهم 100 ضابط اخذ عليهم يدي عشان يديروا بعض المسائل في الدوله وحاجات دي مين دي ما داير السلطه، لكن انا بزكلوك زول زكاك انت. الرئيس عمر احمد البشير كان برتبه عقيد كان في ميوم، رقوك برتبه عميد وجابوك المليد، وحتى هناك لما جيت بمنطقه جيت بالفوله، وجيت هناك بالمنطقه اسمها كيلك بشرت هناك، حتى البندقيه جرت بيك انت ذاتك عمر البشير لو تنسى الكلام ده، البندقيه رمت جرت بيك قتلت بنات 2 من اهم الجبارات وعفوك وقتي، مشير قال دول ماشيين نسلم الرئاسه حق الدوله، ومن الزمن ذاك صنعوا الدفاع الشعبي، الدفاع الشعبي شرطه شعبيه الوطنيه النصايب دي كلها صنعتها من الزمن ذاك، قوموا لقوا الدفاع الشعبي الزمن ذاك قطر زمن القطار عملوا قوه من المسيريه والرزيقات والحوازمه وقبائل كردفان ودارفور جابوه من عملوا لك حشود في الخرطوم تامين، واستلمت السلطه بانقلاب جيتك قاس نزلت الفريق ذات اللي وثق فيك ده نزلت سويته وزير الصحه، اسمع الكلام ده كويس. وزمان زمن المهدي برضه حكمت بين النيل المسيريه والرزاقات عيال جنيد وبعد قبائل دارفور وكردفان، وقبال الانجليز طردنا نحن، حكم الترك المصري طردنا نحن، والاتراك طردناه من نحن، وانتوا اساساتكم متخلف باقي الاستعمار رجينا كشيناكم، الكلام ده بشوفه في راسكم مركب. هسه انا هنا القائد حقنا واحد والراس حقنا واحد والقضيه حقتنا واحد، وريناه بقول انا اسلمكم الدار الاخر تامين تسلمون لا تامين. الكلام ده ترى ما كلام ساكت. اولا حاجه انا زول اعلام، انا زول بتاع ميدان، لكن زمان لو كلفت كلامي ده قلت لا سلمت للرجل الاعلام ده قلنا لا مش عاير الدول دي، قلت تص في امريكا وتص في اسرائيل وتدم بخاف ما بقدر اتكلم، لكن انا اي دوله بتص فيها وندار الدول بدوسها، انا ذات ما سائل في اي دوله، انا ذاتي من الدول العظمى، انا اللي قدامك ده جنرال هذا قائد التدخل السريع في السودان، يعني ايه تدخل اجنبي بتدخل في السودان ده مهما كانت لونك بنبلك بس نفرشك طوالي، وانت عندك اعلى ما في خيبك اركبه يهود لمسلمين غير مسلمين، زادت المسلمين الله لا ما نزل لك حكم في الدنيا دي، ربنا ده مودينا ده نزل الحكم ده ل4، قالوا 2 كافران و2 مؤمنان، 2 كافران يهوذا بخت نصر ودي والنمرود من كنعان، والناس الاثنين مؤمنان اللي حكموا الدنيا ده له ذو القرنين ونبي الله سليمان، ولا انا غلطان يا جماعه؟ الثانيين الان في الدنيا 2 مؤمنان ده اخوي ده المشير محمد حمدان دقلو موسى، والجنرال ده اسمه السماني للدكتور خليل حنا زغاوه، ونشكر حنا زغاوه وسنكر رجعته له، انا اسمي جلحه رحم المهدي جلحه، الاثنين مؤمنان المشير محمد حمدان دقلو موسى، والفريق ركن حرب جلحه رحم المهدي جلحه، ده انا لا تابعين له مباشر، ما بنحترف باي حاجه، رافضين التدخل الاجنبي، رافضين اي موضوع، اي زول دخل جوا داير فرنكا ده ما ندخل فيه كان مباشر. بالنسبه لملف السلام عند المشير دقلو، المشير محمد حمدان دقلو موسى الملف عنده
انا الملف اللي عندي ملف بتاع حرب يا جماعه عشان الناس تكون واضحه ما في زول ناقشنا وجدها وانهم ده قلت الدكتور حذيفه ومين درس لنا وجبنا لك ناس استاذ دوري ورينا اقول لك اننا عمل داخل السودان هنا في بيها يوم قلت له دايرين منك ناس في التفاوض بتاع جد وجنيف موضوعنا لك واضح كلام دي انت مش وريت المشير ده قلت لك جنرال جلال قال لك من دي انا ماشيين مفاوضات صح؟ انت مش طلبت مننا حمايتي ذات طلب منه افضل التفاوض امشوا معاهم قول لهم ما عندي في ما يزول ماشي تفاوض نفاوض على شو؟ بعدين الحرب دي الناس ده بعدين الحكومه الناس برهان طبعا دي الميليشيا ديتو قلت له الدعم السريع ده بقانون 2017 الفقره 6 من ضمن القوات المسلحه ويجب القانون بالنسبه للقانون بتاع القوات المسلحه بالدستور ده الدستور الوفاق الوطني بتاع الشعب السوداني وافق على الناس دي سواء جزء من الدوله الميليشيا الصحيح ده انا ده قائد الميليشيا في السودان لانه لا عندنا بالعسكريه ولا تدرب كليه انا ده كليه حربيه حرب بس تتك بس هسه انا قرنوف ده بقتل بيد واحد وبيجيك بيد واحد والله برهان اتحداك قرنوف ما تضرب بيد واحد لا انت لا سكران البرهان ده اتحداك كله عيال فداديات ساكت يا خلافين مقاطع يا اخي واحد بالنسبه لاخواننا اللي بكل حاجه الزرق ومش زرق واننا مشينا انت الزرق ده اول حاجه مشيت مشيت دي انت عبد الله بنا انت عبد الله بنا طبعا زول سراك انا بعرفك كويس زمان مشيت هجمت الناس الضهب المساكين نفكوا الربو دي عشان الضهب والوقود مشيت هزول هناك سرقت البتاع ده يعني لا قلتك عيال جنيت في مناطق المحرر والسوم والمحاميد برناك هناك بحديد مشترك وجلوا قيل محلك شفت كيف ستة مش برضه قشيد النازل لقيت 7 عربيه عشان ما تكذب انت القاعده منها 50 كيلو من السوق ده القاعده 50 كيلو كان محل الحديد ومحل الجاهزيه الفجر عشان يمكن نطلبوا لك عينك يا وضع المرأة انت جيت غشيت السوق ومشيت حركت السوق ولا الناس المواطنين دول ومشيت حركت المستشفى وحركته مرقته جارين كويس معاك حتى لو 7 عربات اللي قلت هناك 2 تابعات لاسماعيل ابو جود هاي واحده فيها 6 انفار عمو واخو ابو ده اخوانا برضه الخمسه ده اخواننا هنا ده كلنا يا لبارنا ماتوا تامين والعربيه بعد ان انتحرق ماتت منين والثانيه اتدمرت في محلها والعربيات الثانيه طبعا بعد الجاهزيه الموجوده هناك يعني تلقى دول عندنا عربيه في السوق يعني يعني اهل قريب للسوق ويهود الناس المراطين قاعدين في السوق ساكت يعني الناس المدنيين ما لقوا القاعده انتوا عارفينها قاعده حق الزرق انتوا ما مشيتوا لا مشيتوا هناك وتلقوا الرجال والله اللي بيبلعوا بعض طاردوك وازر ما لقوكوا ذاته بس يلا ان جايين شايلين الصارات قاعدين مرقوا في دول اخرى عشان ما تكلم مع عبد الله بنا تركت الطويله حق الزرات دول بطال بس وضع المرة واجي عديل تعال في المينا غبنا العارف كويس شوف المرتزقة حركات الارتفاع المسألة عننا بنعترف بالحركة شوف اخواننا بيرا بور واخواننا مرال فوق والحفز كله عننا ده القوة التابعة لله مباشر ربنا قال لنا اتينكم بجنود الله قبل هذا نحن دي ماشي الله في ده ما هي ظلبنا الله هاي اسرائيلي فرنسي امريكي شنو راسك ده وسخان داير فرنكو تعال الميدان يا اخي وصفي الناس كلها ناس مواهيم ولا شنو عشان الناس ما تخش الناس روقنا وين في الاعلام اننا نجونا في الميدان تحت تراب الله ده فرض الرسول زول عندك حاجه تعال الميدان لكن لو ما بينفع كلام دي زول خط في راسه عشان ما تعمل اعلام واننا عملنا لا دايرين عديد شغل في الميدان هاي واننا خرطوم طردنا من الناس وهسه موجودين في خرطوم في كردوان بعدين رسالتنا على كردوان القاده موجودين في كردوان بدون ذكر اسمه لكم الفتحيه عامه اي زول مواجهه الماسكه دي محل ما تقع في الفول ضام عطا كامل ما تخلي فوق تاني باقي هناك قال عشان تاني يمشي يكون ده يجي تاني ده التبس داك ولا يجي ده الرساله الثانيه اللي بيجي داك مش في ام عطا نهين ما دارين حي فيها جنكب طمعته كله ايوه انطبج لقيت انا جيت ما نجيت طمعت الفول كله بيل برنك عندك دواء منطبج الصغير والكبار كله تشيل كل غد ده الشيء اللي بيحصل بالنسبه للناس اللي جارين ورا برهان بياخد تعليمات يا جماعه من على كرتي وعلى كرتي بياخد تعليمات من سنة حمد من مرة نيتا سبحان الله مرة تقول قاعد في تراب الله سبحان الله بياخذوا منها تعليمات هنا رجال قنقر زي ده هنا حال رجال عديل دول محنة بين محن والبلاء ومتهابي للبلاء ناس بيقولوا بين بلا تقول لنا قال داك وشنو برهان السكران بعدين انت زول وطني معرض انت القصر حقك خليتيني والقياده العامه حقتك عرض من هنا والعاصمه تمشي قال تصورك عاصمه هناك في بلد الدروب ديك ودلاك زاد ابو لك طردوك هسه قال ما جيت تعملها في الدبه دي سهره والله نجيك بحديد من كل فج عميق كلام ده بيفهم قوي عاصمه دي قاعدين انت تعال ابو برهان اسمع كلامي يا اخي نديك لك ملازمه حقتك الزمان مسكناك به وانت اشكر عبد الواحد زمان ما عبد الواحد زاد ما كان طلقنا كان وكسرنا راسك كان زمان ذاك نمل الحقوق اللي غادي ما انا كان اغيد ركض ابراهيم الماس حالك قاعد الا هو ابراهيم الماس دين تعرفنا غاية تزون ذاك مقدم وانا اغيد سبحان الله والله صحيح سبحان الله فوقس بقوم لزول المين دسول تو سجفوا نقولوا نقرا الوقفات كلامي ده اللي بقولوا له مستنفرينكم ومعرصينكم والتدخل الاجنبي حقكم تعالوا بكلكم نخرطوا جميعا ده اخر الرساله حقتنا تلفوا ورا منا كبيرنا وصغيرنا اننا الفرنجه قاعدين في الميدان والتحيه لعمنا العمده الجمعه دقلو لك الفتحيه ابو الشهيد العميد الركن عبد الرحيم جمعه دقلو لك الفتحيه يا بطل واننا عارفينك عم انت زول زعيم والفرازه لك تاريخ برضه
والتحية برضه لعمنا حمدان دقلو، والتحية لكل الأخوان اللي شاركوا في المحاور الإمامية في كل المواقع. وفي الأيام القادمة بإذن الله ترقبوا المزيد. الناس ذات اشتغلوا معهم شغل بتاع شفت كيف مرفعين كذا وكبس أخوذينا وتعليمات الغاية. الناس قالوا مين يصوروا ما الحاجات ده، لكن ذات هسه الرجع القبيل بتاع الناس أخواننا اللي عملوا مع الناس زي كده في النيل الأزرق ده الكويس. لأنه في الأيام القادمة نفاجئ الناس كان راكعينهم زي والكاميرا شغالة. أيوه لأنه زي ده تجيب الحقائق عشان تاني ما يخشوا يقولوا جاي نال الزينام علي، لأننا كان الناس اللازمين بيشوفوهم. ده الشيء اللي بيحصل ونبلزنا الا رب العالمين. العالم ده كله جواجانا نرجع رجع شام مره واحده. نين الله ذاتنا ولدوني في مناطق الحرب ونشيل في الحرب وجينا الناس حرب، ما جينا هنا عشان نسوي جو ملف السلام من حميتي. وهسه انا ذات الشيء اللي عرفت قال حميتي ملف راح منه ولا شنو ما عارف. هذه مشكله كبيره جدا والله. ما في سلام نهائي، سلام دين له والله. وكان والله صيامات ذاتها كان عمل ولا زحل الغبن لغايه نضيف الغبن ساكت قال مدار سلام. والله مشكلتكم كبيره جدا والله. لاننا ما في زول بيتفاوض في موضوع حق سلام. ايه زول بفاوض غير المشير ده ولا نعد خايف نربطك يا رجعناك والله نفرق نطردك من الجاهزيه نهائي. يا جريت بور السودان يا مش جنوب السودان، لكن السودان دي انا ابشرك سلام دي زول خطه في راسك. وطيب يا اخواننا المواطنين وصيتي لكم عامه ابعد من مغرات العسكريه تبع الجيش. هاي مغرات الجيش ابعد منها بعيد. انت المواطن الحرب دي لا عندك فيها ناقه ولا جمل، خليك بعيد. ايوه اجيب بعيد خالص. الصراحه ده صراحه حق فيلا ثم تدخل فوق عالي نهايه. ولانه هنا شايفين الامور ماشيه لحرب عالميه ثالثه. في مراجع عجب شفت كيف اليمن هناك سرقوا في اسرائيل ده بغاده بصواريخ قال شنو عارف فلسطين 3 وهم عندهم فلسطين 4 وفلسطين 5 وعندهم اللي القدس كان القدس 9. ديك صواريخ كعبه مره ديك كان طلقها مشكله كمان. والرجع بتاع روسيا واوكرانيا مدور وامريكا واتوم عارف دارين يولعوها. الوطن كلها مولع. عشان كده يا جماعه نحن نحترف بمجلس امني ومحكمه جنائيه وده كلها طلس. محكمه جنائيه 5 شباب عجز عمرهم 10 سنين كلهم حتى دروسهم مخلخلات قاعدين هناك. جنائيه قاعد وين؟ هنا المحكمه التابعه لله مباشر والقوه التابعه لله. ايه ظل تدخل في السودان ده ندخل فوقهم مباشر. والله تعليمات حمايتنا نرجع حق ونستلم الياتك وعداتك وبعد ذاك ياخذ لنا قيد دم قيدنا. الشيء اللي بيسوي لنا قبلانين، لكن المحل ده بنفرشه بنخليه نظيف نخليهم سودانيين بس. اي تدخل اجنبي ما في. بعد ذاك في محاكم ذات من الحاكم هنا بيحكمون السودانيين من الحاكم جوا السودان ده. لكن هنا والله خواجه اغلب ولا ضانا قفشه وحد هنا مطاطر ناس بيلعبوا لي ولا شنو ما بيقدر يقول يشكك لنا خياراتنا لانه الهدد. مجلس الامن القوى العظمى ديل نحن ديل في الدنيا امه محمد، وفي قوى اقوى مننا تجينا في الميدان تصفهم كلهم برهان واعوانهم والدول الداعمه له. ما الف سلام.